لو خدت بالك الفترة اللي فاتت هتلاقي انه عدى عليك كلام كتير عن منصة جديدة وتطبيق جديد تبع انستجرام، تطبيق ثريدز. ترند الفترة الحالية والتطبيق اللي عليك ده له كلام كبير جدا، منه الايجابي واللي الناس مبسوطة منه انه منصة جديدة هيبدأوا عليها طريقهم للشهرة، والتفاعل اللي وصل في اول 7 ساعات ل 10 مليون مستخدم، وحرفيا البرنامج هيخليك تدمن عليه بشكل غبي. ومنه الغامض اللي بيشمل سبب ظهوره في الوقت ده بالذات وعلاقته بتويتر، واللي معظم المستخدمين بيقولوا ان نسخة طبق الاصل من تويتر بدون اي مجهود. ودي تغريدة على تويتر بالمناسبة كانت بتقول ان دي الاضرار المستخدمه في صناعه ثريدز، اللي هو يعني الموضوع كله كان نسخ ولصق من نظام واسرار وخوارزميات تويتر. ده غير طبعا ايلون ماسك ومارك زكربيرج اللي مش طايقين بعض من زمان، ودلوقتي مارك بيزيد الطين بله وايلون ماسك كان مستنيه بس ينكشه. كل الاسئله دي وتفاصيل تانية هتسمعها لاول مره في الفيديو ده. انا احمد شحاته ودي قناه ببساطه، ويلا بينا نبدا الفيديو. السلام عليكم ساكني القلوب، لو اول مره تتابعني فتاكد انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده بنزلها، ولو عجبك المحتوى اعملي لايك وقولي في الكومنتس حابب نتكلم عن ايه في الفيديوهات اللي جايه. قبل ما ندخل في تفاصيل الصراع بين ميتا وتويتر ومارك وايلون ماسك، خلينا نعرف الاول ايه هو ثريدز ونازل ليه وايه الغرض منه اصلا. ثريدز باختصار هي عباره عن منصه صنعتها شركه ميتا صاحبه واتساب وفيسبوك وانستجرام، واللي بيرأسها مارك زكربيرج. ويعتبر ثريدز هو جزء من انستجرام لكنه بيتبع اسلوب مختلف في الاستخدام، واللي بيعتمد على الثريدز والصور غير الانستجرام اللي مركز على الصور والريلز اكتر. هو مش مختلف قوي يعني، هو مسروق بس بشياكه. المهم ان المنصه دي وصلت لحوالي 10 مليون مستخدم في حوالي 7 ساعات بس من بدايه انطلاقها، ولو هنتكلم دلوقتي فهو في طريقه لتخطي ال 100 مليون مستخدم. ومجرد تسجيلك في ثريدز هيبدا تلقائيا يربطه بحسابك على انستجرام، ويستخدم بيانات الحساب من صوره البروفايل والبايو بتاعك وصولا للاشخاص اللي انت متابعهم عشان يعمل لهم متابعه على ثريدز برضه، والناس اللي عامل لها بلوك هيعمل لهم بلوك. ولو انت حسابك موثق على انستجرام هيتم توثيقه على ثريدز تلقائيا، اللي هو بيوفر عليك اول كام استخدام لاي منصه جديده. هو اختصر عليك الكلام ده كله. بتعمل ايه بقى في ثريدز ده يا صديقي؟ بتعمل ثريدز والله زي ما بقول لك كده. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ثريدز يعني سلاسل من الرسائل المرتبطة بموضوع معين، واللي بتربطك بمتابعينك ومستخدمين البرنامج علشان يبقى التواصل أسهل وأفضل وأقرب، وتحس فعلا إنك قاعد في محادثة بس على شكل كبير شوية. أظن الفكرة مش جديدة وتعودنا عليها في برنامج أزرق كده وعليه عصفورة، واللي صاحبه مفكر إن ثريدز هي الدودة اللي العصفورة دي هتتغدى عليها. للأسف اللي فيه ما جابش قوي مع الناس، وحوالي 30 مليون مستخدم للعصفورة راحوا للدودة في أول ظهور ليها. إيه التشبيه الغريب ده؟ ده غير الحركة الغريبة من مستر بيست اللي قلبت الدنيا على ثريدز. واللي ما يعرفش مستر بيست فده بابا مجال اليوتيوب ومعدي ال 100 مليون مشترك، وعشان الراجل ده يستقبل ثريدز ويشجع المتابعين بتوعه عشان يدعموه، ومش عارف بصراحه هيدعموه فين اكتر من كده. المهم انه عرض عليهم سياره تسلا لواحد من المتابعين، وتسلا طبعا ملك مين؟ ايلون ماسك. فاللي هو تعالى بقى نضرب كام عصفوره كده بحجر، ومنهم واحده زرقاء بالمناسبه. ودي تعتبر من اصيع حركات الماركتينج اللي ممكن تشوفها من حد عملاق زي مستر بيست. تعالى بقى نعرف ايه علاقه الدوده بالعصفوره، قصدي ثريدز بتويتر. الحقيقه ان العلاقه ما بين المنصتين مش مباشره، وده اللي هنتكلم عليه كمان شويه، لكن العلاقه المباشره هي ان ثريدز بتستخدم نفس طريقه تعامل المستخدم مع تويتر لكن بفروقات بسيطه. يعني تقدر تقول هو تويتر لكن بدون شروط وقوانين ايلون ماسك الغريبه، واللي بيتيح لك هنا الكلام والحريه وكل حاجه، لكن بضوابط انستجرام وضوابط تقييد المحتوى زي الغير لائق، واللي منعاه ميتا في جميع منصاتها، واللي على العكس تماما تويتر، واللي كان بيتبع ضوابط وتقييد محتوى وكل حاجه، وحصل بسببها طرد لاكثر من شخصيه مهمه من البرنامج. لكن بعد ما ايلون ماسك اشترى تويتر ب 43 مليار، واللي بالمناسبه فده رقم اكبر من قيمه تويتر بكتير، لكن ماسك دفع الرقم ده علشان يبقى عنده حريه التغيير في سياسات البرنامج زي ما هو عاوز، واللي كان من ضمنها انه سمح بحريه الراي والمشاركه التامه، وشال كل القيود واللي رجع من خلالها الشخصيات اللي انطردت من البرنامج زي دونالد ترامب واندرو تيت. وحريه الراي هنا كانت بتشمل العنصريه والتنمر والشتايم وكل اللي نفسك فيه بقى يا معلم. وعلى الرغم من ان دي كانت نقطه ايجابيه في كام حاجه للتعبير عن الميول السياسيه والاقتصاديه وحريه الراي، الا انه كان سبب في خساره مبالغ ضخمه لتويتر بسبب انسحاب عدد كبير من المعلنين والشركات اللي كانت بتنشر اعلاناتها في تويتر، وده بسبب حريه الراي المبالغ فيها والعنصريه والتنمر، واللي خلى الشركات تخاف على سمعتها من نشر اعلاناتها على محتوى زي ده. وده طبعا عرض منصه تويتر لخسائر ضخمه، لانه ببساطه اي منصه تواصل اجتماعي بتكون موجوده علشان عدد المستخدمين الموجودين فيها، واللي من خلاله بتبدا الشركات تحط اعلاناتها فتبدا المنصه تربح، وهكذا على اي منصه تواصل اجتماعي. فبدا ايلون ماسك عشان يعوض الخساره الضخمه دي يعمل حاجه اسمها تويتر بلو، واللي بيقول لك لو عاوز توثق حسابك في تويتر فانت محتاج تدفع اشتراك شهري $10. الاشتراك ده خلى المميزات المتاحه المجانيه للمستخدم على تويتر محدوده، زي التوثيق اللي هي العلامه الزرقاء، وكمان الشروط اللي نزلت اللي بتقول ان المستخدم العادي ليه 500 تويته يشوفهم يوميا وبعدين بيخرجك من البرنامج. اما لو اشتركت في تويتر بلو فانت ليك من 1000 ل 10000 تويت تقدر تشوفهم على حسب نوع اشتراكك. ده غير طبعا عدد التغريدات
التغريدات المتاح انك تنشرها وعدد الحروف في التغريده وحاجات كده بوظت تجربه المستخدم في تويتر وخلت المستخدمين ينتقلوا بالشكل المجنون ده على ثريدز، لانه ببساطه ما فيهوش اي حاجه من اللي ذكرناها قبل كده. لو جينا بقى نتكلم عن العلاقه غير المباشره بين المنصتين، فاحنا هنا بنتكلم عن اصحاب المنصات دي، ايلون ماسك صاحب تويتر ومارك زوكربيرج صاحب ميتا، واللي بتشمل على واتساب وفيسبوك وانستجرام وثريدز حاليا، واللي بالمناسبه دول اعلى منصات عليها مستخدمين في العالم تحت شركه واحده ورئيس واحد. هي حاجه تخوف مش كده؟ المهم ان ايلون ماسك ومارك علاقتهم مش لسه متوتره من دلوقتي، لان ليهم مواقف مش لطيفه قبل كده، واللي بدات سنه 2016 لما قرر مارك زوكربيرج انه يطلق اول قمر صناعي لشركه فيسبوك في الفضاء اللي هو ايموس 6، واللي اعتمد فيها على شركه سبيس اكس. بتاعت مين دي بقى بالظبط كده؟ بتاعت ايلون ماسك. وفعلا اول ما بدا الصاروخ يتحرك حصل خلل غير معروف وتسبب في تدمير الصاروخ ومعاه القمر الصناعي بتاع فيسبوك، ومن ساعتها بقى وهم مش طايقين بعض، وبدا بعدها ايلون ماسك يحذف حساباته وحسابات الشركات بتاعته سبيس اكس وتسلا من على فيسبوك وانستجرام، ولحد ما انطلقت منصه ثريدز واللي كانت عود الكبريت اللي ولع في كل الحطب اللي ما بينهم. وبدا ماسك يتهم مارك بانه سرق اسرار وخوارزميات تويتر وبيهدده بانه هيرفع عليه قضيه. وعلشان يسخن الموضوع اكتر لقينا مارك زوكربيرج نزل على حسابه على تويتر ميم بتاع سبايدر مان اللي هم الاثنين اللي بيشاوروا لبعض، اللي هو تويتر وثريدز بنشوف مين فيهم هيكسب. ده غير ان ثريدز كان اكبر واقوى ترند على تويتر اول ما نزل، اللي هو انت بتستخدم المنافس بتاعك كاداه تسويقيه، وده قمه الجبروت في التسويق للمنصه بتاعتهم. ولسه بنقول بسم الله نلاقي عمك ايلون ماسك بيطلب من مارك ان هم ينزلوا فايت يتعاركوا فيه ويشوفوا بقى مين الجامد على ارض الواقع، اللي هو انزل لي ملياردير لملياردير. وجاله الرد المباشر من مارك بيقول له سند مي لوكيشن، يا باشا انت فين وانا اجيلك. فرد عليه ماسك وقال له ميعادنا في اوكتاجون فيجاس، ودي حلبة قتال اليو اف سي بالمناسبه. واول ما جابوا سيره يو اف سي رئيس الاتحاد ده نويت ما كدبش خبر وطلع واكد ان مارك وايلون جادين جدا في انهم ينزلوا فايت سوا، وان ده هيكون اكبر فايت في تاريخ اليو اف سي. للمعلومه بس القتال ده لو حصل فاحب اقول لك ان مارك زوكربيرج رئيس ميتا لاعب ام اي وجوجيتسو وحاصل على بطولات. في المقابل بقى عمك ايلون بيقول انه يا دوب بيقدر يشيل اطفال يلعب معاهم وبعدين بياخد اسبوع ريكفري. طيب احنا لو جينا دلوقتي نقول ليه ثريدز ظهر في الوقت ده، فاكيد انت جمعت فكره كويسه عن حاله التدهور اللي بيمر بيها تويتر وكميه القرارات الغريبه من ايلون ماسك واللي قللت من عدد المستخدمين بشكل ملحوظ. فظهور ثريدز هنا هو استغلال كامل للفرصه بكل المقاييس، وان مارك بدا في خطه انه يجمع كل منصات التواصل الاجتماعي بكل اشكالها تحت سقف واحد اللي هو ميتا. ولو اتكلمنا بالارقام فميتا عندها حاليا اكتر من 3.5 مليار مستخدم نشط على منصاتها، يعني تقريبا 77% من مستخدمين الانترنت على مستوى العالم، في حاله ان تويتر عندها 450 مليون مستخدم فقط. والفرق طبعا كبير وواضح ومخيف جدا في نفس الوقت. تخيل كده شخص واحد يملك شركة واحدة بتتحكم في أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم وفيها العدد المرعب ده من المستخدمين، يعني كمية البيانات المخيفة اللي معاه عن العدد ده من المستخدمين واللي عنده القدرة على المتاجرة بيهم. وده حصل قبل كده في فضيحة الفيسبوك بالمتاجرة ببيانات حوالي 50 مليون مستخدم. فأنت تتوقع في أي لحظة إن ده يحصل تاني على منصات مختلفة، ده طبعا بعد الإقبال الكبير على منصة زي ثريدز واللي ميتا عرفت تلعبها صح وتحط كل أسباب نجاح منصتها المشهورة زي فيسبوك وإنستجرام في منصة واحدة وتخليها عبارة عن مستخدمين متفاعلين بشكل كبير من خلال الانستجرام، وده معناه شركات أكتر ومعلنين أكتر وفلوس أكتر. في نهاية الفيديو ده يا صديقي، ولو انت مستمر معايا لحد دلوقتي فانت بطل من الابطال وتستحق الدعم يا اخي، كل الدعم والله. عاوز اقول لك بس حاول بقدر الامكان مهما كانت مصادر التشتت اللي حواليك ما تخليهاش تستخدمك، خليك انت المستخدم والمتحكم الاول والاخير فيها وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناة عشان تتابع المحتوى المتوب عليه ده، وعاوزك تكتب لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي عاوزين نتكلم عنها في الفيديوهات اللي جاية. اشوفك في فيديو تاني، سلام.